مستمعي هيفي اف ام الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم. أنا هوجين هادي، سأقدم لكم نشرة موجزة لأهم الأخبار أستهلها بأبرز العناوين. منظومة المجتمع الكردستاني تنهي وقف إطلاق النار مع الجيش التركي. طائرات التحالف تقصف خطأ قوات سوريا الديمقراطية في بحيرة الخاتونية. منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تؤكد استخدام غاز الخردل من قبل بعض المجموعات المسلحة في سوريا. القرار الألماني بوقف لم الشمل لمدة عامين لا يضر باللاجئين السوريين. إليكم التفاصيل. أعلنت الرئاسة المشتركة لمنظومة المجتمع الكردستاني في بيان مكتوب إنهاء وقف العمليات العسكرية من جانب واحد، مضيفة أن الضمان الوحيد لإعلان وقف العمليات العسكرية هو حل القضية الكردية في شمال كردستان وتفعيل عملية السلام. وأضافت المنظومة بأنهم من قبل الانتخابات التركية أعلنوا وقف العمليات العسكرية من جانب واحد، رغم أن الهجمات التي كانوا يتعرضون لها من قبل الجيش التركي كانت تحملهم تبعات هذا الإعلان من طرف واحد. وأشارت منظومة المجتمع الكردستاني بأن موقف حكومة العدالة والتنمية والعمليات العسكرية التي تستهدف مواقعها جعلتهم ينهون إعلان وقف العمليات العسكرية من جانب واحد. قصفت طائرات التحالف الدولي خطأ مجموعة من المسلحين التابعين لقوات سوريا الديمقراطية كانوا قد دخلوا قرية بحيرة الخاتونية. وبحسب شبكة كورد ستريت الأخبارية التي نقلت من مصادر ميدانية فضلت عدم ذكر اسمها من جبهة الهول، نقلت بأنه وبعد تقدم قوات سوريا الديمقراطية في جبهة الهول وجنوب شرق الحسكة وسيطرتها على أغلب القرى المحيطة بها ووصولها إلى بحيرة الخاتونية، أعطيت الأحداثيات لطائرات التحالف عن طريق الخطأ، كون غرفة العمليات لم تعلم بدخول قوات سوريا الديمقراطية تلك القرية، واعتقدت بأن تنظيم داعش لا يزال داخل القرية المذكورة. وأضاف المصدر أن عدد قوات سوريا الديمقراطية الموجودة داخل بحيرة الخاتونية كان حوالي 45 شخصا. وفي هذه الأثناء قصفت طائرات التحالف القرية المذكورة ب3 صواريخ، فقد على أثرها كل من فيها من الجنود حياتهم. أكدت منظمة معنية بالأسلحة الكيميائية أن خبراء خلصوا إلى أن غاز الخردل استخدم خلال العمليات القتالية بين الجماعات المسلحة في سوريا في آب أغسطس الماضي. وقالت مصادر في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تصريح صحفي أن الغاز استخدم في مدينة مارع في محافظة حلب شمال سوريا في 21 من آب أغسطس. وقال مصدر آخر: نؤكد الوقائع لكننا لا نحدد المسؤولين. وخلص التقرير إلى أن شخصين على الأقل تعرضا لغاز الخردل، مرجحا أن يكون قد تسبب بوفاة رضيع. وأرسل تقرير سري إلى الدول الأعضاء في المنظمة التي ستعقد اجتماعا في مقرها في لاهاي أواخر تشرين الثاني نوفمبر. وكان ناشطون ومنظمات غير حكومية طبية أكدت أواخر آب أغسطس أن الهجوم بالأسلحة الكيميائية أصاب عشرات الأشخاص في هذه المدينة. كما أكدت منظمة أطباء بلا حدود أنها عالجت 4 مدنيين من عائلة واحدة أصابهم الغاز. قال وزير الهجرة السويدي مورغان يوهانسوس: نحن في وضع خطير جدا ومأساوي، لا سيما في الآونة الأخيرة بسبب الزيادة الحادة في عدد المهاجرين. وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي مساء أمس أن عدد طالبي اللجوء يتزايد بشكل أسرع من عدد المنازل التي يمكن توفيرها. وأضاف أن على اللاجئين الواصلين إلى السويد العثور على مسكن بأنفسهم أو التوجه إلى بلد آخر. قررت ألمانيا وقف لم الشمل لمدة عامين للحاصلين على الحماية المؤقتة للاجئين على أراضيها.
في خطوة قال عنها مراقبون أنها لن تضر بأوضاع اللاجئين السوريين. وجاء في القرار الألماني أنه سيتم وقف لم الشمل لمدة عامين للحاصلين على الحماية المؤقتة، بينما يستثنى من القرار الحاصلين على اللجوء الإنساني والسياسي. تجدر الإشارة إلى أن أغلب اللاجئين السوريين في ألمانيا، والبالغ عددهم نحو 200 ألف لاجئ، يتم منحهم اللجوء السياسي والإنساني، والذي مدته 3 سنوات. يحصل اللاجئ بعدها على الإقامة الدائمة، بينما قلة منهم يحصلون على الحماية المؤقتة والبالغة 1 سنة فقط. قال دبلوماسيون الخميس إن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا سيقدم الثلاثاء القادم أمام مجلس الأمن عرضا عن المباحثات التي أجراها في دمشق وواشنطن وموسكو حول الأزمة السورية. وكان دي ميستورا التقى الفاعلين الرئيسيين الذين يمكن أن يكون لهم تأثير في الأزمة السورية، وذلك قبل جولة مباحثات جديدة في فيينا تجمع إيران وروسيا والسعودية والولايات المتحدة. وكان المشاركون في اجتماع فيينا الأسبوع الماضي دعوا الأمم المتحدة إلى جمع الحكومة والمعارضة السوريتين للتوصل إلى اتفاق بشأن عملية انتقال سياسي تؤدي إلى صياغة دستور سوري جديد وتنظيم انتخابات. فقد المعارض السوري وحيد صقر حياته في العاصمة البريطانية لندن مع الساعات الأولى من صباح اليوم إثر تفاقم حالته الصحية، وبعد معاناة شديدة مع مرض عضال دخل بسببه إلى المستشفى مرات عديدة. ونعى تيار التغيير الوطني المعارض صقر، وهو من أبرز مؤسسيه والذي ظهر على وسائل الإعلام والفضائيات ومارس العمل السياسي بكثافة مع الساعات الأولى للثورة السورية. يذكر أن صقر هو من أبناء الطائفة العلوية. مستمعي هيفي FM الأعزاء، كانت هذه نشرة موجزة لأهم الأخبار. شكرا لاستماعكم وطابت أوقاتكم.